أهلين فيكم، معكم مطبخ زينة. يا ربي إن شاء الله تكونوا بخير. عملت معاكم اليوم سلطة باذنجان كتير بتشهي ولذيذة، وإن شاء الله تعجبكم، وتابعوا الفيديو للآخر. أول إشي نبدأ بسم الله. عندي هنا حبة باذنجان كبيرة من غير ما تقشروها، بس تغسلوها تنشفوها وبتقطعوها مربعات بهاي الطريقة. كتير روعة وسهلة، جربوها. مكعبات بهاي الطريقة. والناس اللي طلبوا مني اعمل لهم سلطات ان شاء الله رح نزلكم سلطات كتير. وممكن تستخدمي اكيد الكمية اللي بدك اياها، حبتين ثلاثة. انا عندي هنا حبة ما شاء الله كبيرة. شوف كيف قطعتها بهاي الطريقة. وما بحطش على ملح ولا اي اشي. عندي هنا رح احط عليها معلقتين بالضبط من الطحين. طحين يعني دقيق ابيض عادي، طحين. ممكن في الصفاية في المصفاة او بطبق بهاي الطريقة، وبعلبة تدخلوا كل الطحين كل الجوانب عشان يعمل لنا غلاف على البتنجان ما ينزلش لمية. بهاي الطريقة بتصفوهم اصفاء او بتعملوهم حبة حبة. عندي هنا الزيت، اهم اشي الزيت يكون سخن ما يكون بارد عشان ما يشرب البتنجان زيت. هنا البتنجان عم يعمل لكم هنا اول ما تحطوه رح يتغلف ويطلع معاكم كريسبي وكتير لذيذ. وبتخلوا صخور، بتحطوا كمية شوي شوي شوي، مش كله مرة واحدة بهاي الطريقة. وبتخلوه يحمر الوجه الأول، بتقلبوه. شوفوا هيك كيف بالطريقة، ما تحركوا على طول، بس شوفوا كيف حمار، بعدين بصير تحركوه. هاي بهاي الطريقة بياخد هي وجه. وبعدين بتطلعوه تحطوه طبق لحاله. نخلص الكمية كلها من القلي. بعدين هنا عندي 4-5 رؤوس ثوم. هاي ممكن تدقوهم، ممكن تعملوهم بالماكينة، ممكن تقصوهم بيدكم بهاي الطريقة قطع صغيرة. بعد ما نخلصهم عندي كمان حبة فلفل حار او فلفل حلو عادي، ممكن تستخدموا اللي بدكم اياه. بهاي الطريقة بطحنهم كلهم مع بعض، يا بالسكينة يا بالمطحنة. وبهاي الطريقة عندي هنا القلاية فيها شوية زيت زيتون، بحطهم، بولع القلاية على نار مش عالية، متوسطة. وبعدين عندي هين تقريبا معلقة طماطم معجونة. وعندي معلقتين زبادي. جربوها بهاي الطريقة كتير روعة، ان شاء الله رح تدعولي، تكون طريقتها وطعمها مختلف. وعندي هنا رشة ملح ورشة فلفل أسود. وهلا بنخلط المكونات مع بعض، خلطهم كويس على نار قلت مش عالية بهاي الطريقة لغاية ما يندمجوا معاي. جربوها كتير روعة. وعندي هنا المكون السحري، عندي زبدة فول السوداني، رح احط معلقة كويس كبيرة. هاي كتير ما تحسيها طعمها حلو ولا اشي، بس جربيها على هاي الطريقة كتير روعة. شوفوها كيف. وعندي هلا مكون كمان اهم اشي الليمون، تحطي قد ما بدك ليمون، هيك بتعطيك حموضة. عندي نص كاسة ماي. هيها بحل هيك المكونات مع بعض، بس بسيبهم هيك بيعملوا غلوة على طول، بس يصيروا يعملوا هيك غلوة خفيفة على طول. شوفوا هنا بتأكد المكونات كلها تخلطت مع بعض، بس بيعملوا هاي المكونات هيك غلوة على طول. بحط البتنجان اللي قليته وبخلطه مع المكونات هاي كلها، خليه ياخذ النكهة من كل مكان. شوفوا الطريقة كيف، بس بيغلي غلوتين 3 على طول بيتشرب البتنجان طعمة المكونات كلها. بخلي هيك ممكن هيك دقيقتين تقريبا، بس برش عليه ممكن مقدونس، شو عندك، نعناع، ايش عندك، كزبرة، هي رشة كزبرة وشوية هيك دبس الرمان، ولا اروع. وجربوها، شوفوا ما شاء الله شكلها بشهي، وطبق هيك صحي ولذيذ. وجربوه على طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك وكومنت حلو من عندكم. وإن شاء الله نشوفكم مع خير. مع السلامة، الله معكم.